شامية. أنا من بادية حماة، لكن ما أعترف بحدود وطني إلا 185 كيلومتر مربع. يقول هو شامية اتصلت غلطانة، قالت لي مرحب غسان، قلت لها يا أهلا وسهلا محسوبك عبد الرحمن. قالت لي عفوا أزعجتك، قلت لها يا حلوة عادي، ليلي اتصلي بهالنمرة، بحب اسمع الصوت الهادي ويتابع. فأنا انبريت له ورديت عليه. أنا عملت بفترة مدير لمؤسسة مطاعم اسمها ليالي لبنان في الرياض بالسعودية، في حي اسمه حي الروضة، تقاطع شارع أنكاس وكهرب. قلت يلي تكتب عن شامية متصلة بدها غسان، غلطت بالرقم ودقت لك. جاوبت عبد الرحمن بدي احكي لك عن قصة صارت معي من زمان، وانا قاعد بالرياض مشغول وفكري حيران، رنت جوال وجاوبت. قالت لي مرحب حمدان، ولما سمعت صوتي قالت وش فيه صوتك حزنان؟ قلت لها من هو يتكلم؟ قالت لي ما انت بحمدان؟ قلت لها سوري من الريف ومحسوبك اسمي راكان. قالت يا زئنك يا حظي، حب السوريين جنان، ماني مصدقة حالي سوري اللي تقبرني وكمان. قلت من اي قبيلة انت؟ طيرية شمر عجمان. قالت انا خليجية، قطر ودبي وعمان، بحرينية من الكويت، سعودية من نص عجمان. قلت قولي وش تبغين؟ قالت تعطيني العنوان وتحكي لي مواصفاتك، طولك جسمك والعينان. قلت لها ساكن بالروضة جانب محل السدحان، تقاطع أنكاس وكهرب، مطعم ليالي لبنان، طولي 180 ولوني شو تحبين الوان؟ قالت ظني انك ابيض او اشقر زي الشقران، تكفى يا بعد حياتي اطلع للشارع الان. وطلعت بسرعة لاني مشتاق لشوف الغزلان. قالت لي ناظر يمينك رفيعة وبنتين اسمان، رفعت يدها ولوحت لي يمينك، شفتني هان وجيت لها وجتني تتمايل مثل عود البيلسان، وحطت يدها بيدي ومشيت. منزلها خلف السمان وتحت البرقع، منظر رائع وردة ربيع بنيسان، وتحت البرقع منظر رائع وردة ربيع بنيسان، عيون سود وشفة وردي مرسومة بريشة فنان، والحلق شفاف هلالي، والصدر ساحة فرسان، الخص رهيف والرد فردف، نبعت مي وانا عطشان. قالت دونك كل ملكك زوجي مسافر في عمان. قالت دونك كل ملكك زوجي مسافر في عمان. وتذكرت بذيك اللحظة كيد الملعون الشيطان، استغفرت الله وهربت. دقت لي قالت راكان ما ظنيت انك تتركني عطشانة وانت جوعان. قلت الاكل هدم البيت وهم بيتي فيه العمدان، لو تعطيني مال قارون وفوقها كنوز سليمان، انا تايب من اللحظة دق لزوجك في عمان.